السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم من جديد في قناتي وصفات نور الورد. نتمنى هذا الفيديو لقاكم بتمام الصحة والعافية. اليوم غادي نحضر معاكم بيتزا عائلية اللي كتجي لذيذة بزاف ورائعة، لا في الشكل ولا في المذاق. كتجي العجينة ديالها طرية ومفشفشة ومكوناتها اقتصادية. بلا ما نطول عليكم، تبعوا معايا الفيديو الاخير. مكونات وطريقة التحضير فرجة ممتعة. مكونات: خديت 3 الكيسان قال ربع ديال الدقيق الابيض ضروري نغربلوه، وغادي نضيف كاس ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات ماشي الفينو، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره حبوب. الملح كيبقى على حسب الذوق، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده وبيضه كامله. بالنسبه للبيضه يمكن لكم تعوضوها بفرماجه مثلثه او الحليب بودره معلقه كبيره. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف عصير ديال نصف حامضه. كنديروها كتعطي نكهه زوينه لهاد البيتزا. صافي، وغادي نجمع بالماء دافي. خليكم معايا. كنخلط المكونات مع الدقيق والسميده حتى تنسجم مع بعضها. عاد غادي نجمعهم بالماء دافي. دائما العبار بكاس العنبه. غادي نوريكم شحال غنحتاج ديال الماء. صافي، العجينه ديالي خاص تكون تلتصق في اليد نوعا ما، غير كنجمعوها ما كندلكوهاش كما كتشوفوا معايا في الفيديو. احتاجيت كاس قل ربع ديال الماء. صافي، بعد ما تجمعت ليا العجين كنرص السميده رقيقه على سطح العمل، وكنبقى ندلك فيه غير بالكف ديالي حتى كتنسجم ليا المكونات مع بعضها وكتجمع ليا العجينه، ما كتبقاش تلتصق على سطح العمل. كما كتشوفوا معايا كندلكها غير بالكف. صافي، بعد ما دلكتها مزيان، هذا هو قوام العجين ديالي. صافي، غادي ندهنها بزيت الزيتون. غادي نوضعها في السكيره وندهنها بزيت الزيتون ونغطيها بالبلاستيك الغذائي فوق منه منديل، ونخليها ترتاح لي العجين ديالي تتخمر. صافي، دابا غادي نمروا باش غادي نحضروا الحشوه اللي غادي نزينوا بها البيتزا ديالنا. خليكم معايا. خديت مقله وضعت فيها حبه كل من الفلفل الاخضر والاحمر والاصفر، حبات بصل متوسطه. غادي نضيف عليهم الزيت النباتيه وربع معلقه صغيره ديال الابزار. الملح كيبقى على حسب الذوق. صافي، وغادي نوضعها على النار. غادي نضيف القليل من الزيت ديال الطونه، كيعطيها واحد النسمه زوينه بزاف. صافي، وغادي نخلي المكونات تقلها مع بعضها. فيها هما المكونات ديالي طابو. غادي نخلي تبرد جانبا باش ما تقطعش ليا العجين. صافي، غادي ندهن اللاطه ديالي اللي غنوضع فيها البيتزا. غادي ندهنها بالزيت باش ما تلتصقش، وغادي نخليها جانبا. ها هي العجين ديالي بعد ما ارتاحت وخمرت كما شفتوا ضعف الحجم ديالها.
غادي نرش سطح العمل بالسميده الرقيقه ونبسط العجين ديالي كما موضح في الفيديو. خليكم معايا. صافي غادي نبسط العجين ديالي فوق سطح العمل، عاد غادي نوضعها في اللاطه، نحاول نقادها في اللاطه تتشد ليا الحجم ديال اللاطه كما موضح في الفيديو. صافي انا سرحتها، غادي نثقبها بالفرشاط باش ما تنفخش ليا. صافي ونخليها جانبا. غادي ندهن العجين ديالي بلا صوص طوماط. هذه شريتها جاهزه وسبقت لي حضرتها معاكم، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. صافي كندهن العجين ديالي كامله. كنوزع الفلافل الملونه على صوص الطوماط وغادي نزينها بالطون والزيتون الاسود والفرماج محكوك. في هذا الاثناء كيكون الفرن ديالي مسخن على 200 درجه باش ملي كندخل البيتزا ديالي دغيا كطيب وما كتجيش يابسه، كتبقى طريه. خليكم معايا بعد ما طيب غادي نوريكم كيفاش جات. البيتزا ديالي بعد ما خرجتها من الفرن، هانتوما كيفاش تيجي الشكل ديالها. صراحه كتجي رائعه، وهذه هي العجينه المعتمده ديالي وانا متاكده غادي تعجبكم. انا غنقطع معكم طرف باش تشوفوها كيفاش كتجي. الشكل ديال البيتزا بعد ما قطعتها، هانتوما شوفوا كي تجي رقيقه، ما كتجي لا معجنه لا والو، كتجي طريه ومفشفشه. وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وغتولي معتمده عندكم. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي من التحت، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي ديالها بعد ما قطعتها الصراحه كتجي رائعه ولذيذه بزاف، والعجينه ديالها رائعه وغادي تولي معتمده عندكم. كنتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجباتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى ما تنسونيش من الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه. دمتم في رعايه الله.